كلها أيام ويتم صرف شهادات 27% اللي بيطرحها البنك الأهلي وبنك مصر. بس يا ترى الشهادات دي هتتجدد تاني ولا لأ؟ وهل هيكون ليها بديل؟ مصادر مصرفية قالت إن البنوك الحكومية الكبيرة زي البنك الأهلي وبنك مصر بيبحثوا دلوقتي هيعملوا إيه مع الفلوس اللي هترجع للناس بعد انتهاء شهادة 27%. المصادر وضحت إنه قدام البنوك سيناريوهين بس. أول اختيار يفضلوا محافظين على فايدة الشهادات العادية زي ما هي دلوقتي اللي هي بين 17% و 18% سواء العائد الشهري أو السنوي. وتاني اختيار ينزلوا شهادة جديدة لمدة سنة بعائد من 20 ل 21% حسب دورية صرف العائد. وقالت كمان إن البنوك الحكومية لسه بتدرس الخيارات دي علشان يطلعوا بأفضل حل يكون في مصلحة العميل وفي نفس الوقت يخدم خطة الدولة في مواجهة التضخم. المصادر قالت إن السيناريو الأقرب للتطبيق هو إن الفايدة تفضل زي ما هي من غير أي تغيير حتى لو البنك المركزي قرر يخفض أسعار الفايدة في اجتماعه اللي جاي.